بيبتدي عندنا المسلسل هنا بمجموعة خدامات، وكانوا رايحين علشان يشتغلوا في قصر كبير جدا، ويشتغلوا في قصر راجل غني ومعروف. وطبعا بيبدأ هنا المساعد يعرف كل واحدة فيهم، ويقول لهم بقول لكم ايه، لازم تشتغلوا هنا ليل قبل نهار، شغلكم كلكم يخلص بسرعة جدا، واوعى حد فيكم يبص لبطلنا. فطبعا هما كانوا باصين له باستغراب، وكان بيقول ان انا عارف الصور النمطية على الخدام، وان هما بيكونوا بيقربوا من الراجل صاحب الشغل، لكن عايزة أعرفكم إن ده غير أي راجل انتوا ممكن تعرفوه، وإن هو راجل صعب جدا ومبيهموش أي حد. فاهمين انتوا طبعا. وطبعا الكل بدأ إن هو يتكلم، وقالوا له ملاحظين. لكن في نفس اللحظة بطلتنا هنا بتتكلم وتقول له ما تقلقش خالص، وإن أنا أصلا مش مهتمة بالرجالة، وإن أنا أصلا مش فاضية الأيام دي علشان أدخل في علاقة. وقال لها انت اللي هتنضفي الأوضة بتاعته. نعرف إن هي سابت جدها وجت علشان تعيش في المدينة، وفي الوقت ده كل الخدم بيكونوا متجمعين مع بعض، وبيكونوا متضايقين اللي لينا هي اللي هتطلع فوق وتبدأ تعمل كل حاجة وتنضف أوضته. لكن أول ما بتدخل أوضته بتلاقيها إن هي أوضة غريبة جدا، وكانت عمالة تقول لنفسها أنا لازم أسمع كلام مامته، وإن أنا لازم أقربه لبنت خالته أو لأي بنت جميلة، المهم إن هو يتجوز والسمعة الوحشة اللي طالعة عليه تروح. بتبدأ إن هي تنظف الأوضة وترتبها، وفي الوقت ده بتسمع صوت في الحمام، وبتحس إن في حاجة غريبة، وبتقرر إن هي تدخل. وأول ما بتدخل لينا بتتفاجئ بجاك إن هو قاعد، وكانت عمالة تقول لنفسها إن شكله وسيم جدا، وإن هو شكله حلو قوي. ليهم حق الخدامين اللي تحت هيتضايقوا لما يعرفوا إن أنا هقرب منه. وده تقول لنفسها لأ انسي خالص، انت جاية هنا علشان خاطر الشغل وبس، وإن انت لا يمكن يكون لك علاقة بيه. وطبعا كانت فرحانة وسعيدة إن هي هتعيش في بيت زي ده. وطبعا بدأت تفكر هتقربه ازاي، وبدأت تقول لنفسها ان انا لازم بسرعة اخلص مهمتي وامشي من هنا، منساش اي حاجة. وما جت عشان تنزل تحت بتقابل الخدام اللي تحت، ويبدأوا ان هم يكلموها ويقولوا لها بقولك ايه، كلنا نبقى نطلع ننظف الأوضة يعني. فهي بتقول لها لا، وان دي شغلتي انا. فبيبدأوا يقولوا لها ايه ده، هو انت هتعصي اوامرنا، هو انت مش عارفة انت بتكلمي مين؟ فهي بتقول لهم انتوا ولا حاجه زي يعني. وطبعا جاك بينزل علشان يشوف الخدام اللي لسه جايين، او نقول الخدم يعني. وطبعا بيقابل هنا بطلتنا وبيحسها لطيفه جدا، وده يقول لها انتي هتنضفي الاوضه بتاعتي. فهي بتقول انا عارفه، انا عارفه هعمل ايه بالظبط. كانت لينا عماله تناقشه في كل حاجه، وجاك كان باصص لها كده وكان مستغرب، لان دي مش عاده اي خدامه بتيجي عنده، والكل بيتمنى بس ان هو يعاملهم باسلوب كويس قوي. وكانت بتقوله ان انا اسفه ان الاوضه بتاعتك لسه مخلصتهاش، هو انت هتعاقبني؟ قال لها بالعكس انا مبسوط جدا بيكي، زود لها المرتب. فكان بيقول له انت بتتكلم جد؟ قال له اه طبعا، انا مش بهزر في حاجه زي كده. فانا كان بيقول له تمام، اللي انت عايزه فلوسك وانت حر فيها. وبعديها على طول بدأ يفكر هنا، وكان عمال يقول له البنت دي غريبه جدا وجريئه، دور لي وراها، انا حاسس كده ان ممكن يكون وراها اي حاجه. فكان بيقول له حاضر، وبعد كده بيعرف له ان هي كانت موجوده اصلا في الريف. وكان بيقول له واضح عليها ان هي ذكيه وشاطره جدا. وفي الوقت ده بتاخد الاكل وطالعه ليه، وده تقول لنفسها ان الاكل شكله حلو قوي، احنا ليه ما بناكلش اكل غالي زي ده. وفي الوقت ده بتقول له كل الاكل يلا. وبيلاقيها ان هي باصه في الاكل، فكان بيقول لها وانت جعانه؟ فهي بتقول له يعني شويه. فانا بيقول لها كلي. وطبعا قعدت على طول تاكل، لان هي مستحيل تجيلها فرصه زي كده الاكل حلو زي ده. وطبعا كان عمال يبص لها، وكان شايفه ان هي فعلا جريئه جدا، وبدات ان هي شويه تعجبه. وكان بيقول لها انت سايبه لي الاطباق ليه، خديها معاكي. وانا بتقول له حاضر اكيد هعمل كده يعني. وطبعا بدأت تكلمه في الموضوع اللي مامته كانت مكلماها عليه. ولينا بتبدأ تقول لها وانت مالكش حب طفولة؟ فكان بيقول لها اكيد ليا، لكن الصراحة اما كبرت عقلت كده وعرفت ان احنا الاتنين ملقش ببعض، كل واحد فينا تفكيره مختلف. فانا كنت بتقوله طب انت عارف ان طلع عليك اشاعة ان ميولك صعبة؟ فقال لها وانتي قصدك ايه؟ فهي بتقول له يعني انا همشي واسيبك احسن. فكان بيقول لها خلاص تمام اللي يريحك. فانا بتقوله طيب انت مش هتقولي ليه؟ قال لها بقولك ايه، انا مش فاضيه خالص للدوشه دي، لكن انتي تفتكر فعلا ان انا ليا ميول تانية؟ فهي كانت بتقوله لا. وفي الوقت ده بتدخل هنا بنت خالته، وطبعا بطلتنا بتتجنن وتبدا ان هي يكلمها على طول، تقول لها ايه ده انت جايبه له اكل، على فكره اكيد اكلك ده هيعجبه جدا. وتبدا تمسك الاكل من ايديها، وكانت عماله تقول له ان الاكل ده اتعمل بحب، هو انت مش شايف ولا ايه؟ تعبانه بنفسها وجايه كمان تجيب لك الاكل اهو من غير ما تقول الاكل، وعماله اقول لك ان الاكل طعمه حلو جدا، بقول لك ايه ما تقعد تتكلم معاها. وطبعا بنت خالته بدل ما تشكرها بتغير جدا منها، وبتقولهم ان انا هسيبكم بقى لوحدكم كلوا مع بعض. وانا كنت عماله تقول لنفسها غريبه يعني ان هو اول مره يسمع كلام حد، لكن هي باين عليها ان هي مش مهتمه خالص بيه. وفي الوقت ده هي بتخرج بره، وطبعا بدأت ان هي هنا تأكله، وكان عمال يقول لها انت اكلك طعمه وحش جدا، وابعدي عني، وانا وانت مستحيل تكون في حاجه ما بيننا، والحاجات اللي ماما حطاها في دماغك ابعدي عنها، عشان الحاجات القذرة دي مستحيل تحصل ما بيننا، وانتي فاهمة طبعا.
وبعديها على طول بتقول لنفسها اعمل له ايه طيب ده، اعمل له ايه بجد، كل بنت اجيبها له يمشيها، اكيد ان انا لازم احط له مخدر علشان بقى مشاعره تبدا ان هي تتسكن كده ويميل لاي واحده بسهوله. وطبعا هي في الوقت ده كانت عماله تفكر هتعمل ايه وهتحطه ازاي وازاي هتقربه كمان من بنت خالته، لكن بنت خالته كانت شايفه ان هي لازم تمشي لينا من البيت، او يعني ان هي ما تشتغلش تاني. وده تقول لنفسها ان جرأتها هتعجبه جدا، وعلشان كده لازم تمشي. بدأت تكلمها بشكل وحش، فطبعا لينا بصت لها كده باستغراب بتقول لنفسها هو انا عملت ايه اصلا، ده انا بساعدها في ان هو يختارها. بدأت تقول لنفسها ان هو اصلا راجل متكبر جدا. وفي الوقت ده بيكلم صاحبه وكان بيقول له دور تاني على كل حاجة تخصها. فكان بيقول له غريبة يعني اللي انت عايز تعرف كل حاجة عن خدامة كده. فقال له اسمع الكلام. وطبعا خدامة من الخدم بيسمعوا وبيروحوا كلهم يقولوا لبعض ويبدأوا ان هم يهزقوا لينا. فلينا بتقول لهم جيتوا للوحدة الغلط، وانا مستحيل اسكت خالص على اي اهانة وانتوا مش عارفيني. وبتبدأ كمان ان هي تضربهم وقالت لهم اياكم اي واحدة فيكم تحاول ان هي تقرب مني لان انا مش هسكت خالص، واظن انتوا مش عارفيني كفاية. وفي الوقت ده فعلا بتبدأ ان هي تقرب من المدير، او نقول يعني جاك، ونعرف ان هي فعلا معجبة جدا بيه. لكن في نفس الوقت كانت عمالة تفكر نفسها ان هي خدامة، والاتفاق اللي عملته مع مامته ولما قال لها ان رجلي وجعاني شالته عادي جدا. وكان بيقول لها ايه الهزار ده، هو انت قادرة تشيليني؟ فبتقول له ايوه، وان احنا البنات اللي في الريف بنكون اقوياء جدا مش زي البنات المدلعين يعني. ونعرف طبعا ان السكرتير مستغرب جدا علاقتهم وحاسس ان في حاجة غلط بتحصل، برغم ان بطلنا حلو وذكي وشاطر وكل البنات تتمناه، الا ان هو بص الخدامة. ودي كانت بالنسبة للسكرتير حاجة غريبة جدا. وبعديها بدأت تكلم نفسها وتقول لنفسها ان انا لازما فعلا اكون احسن من كده كتير. وبعد كده بتقابل مامته وبدأت تقول لها على فكرة هو اكيد عايز بنت جميلة ذكية ليها مواصفات معينة، روحي معاه وهو بيقابل البنات وحاول تخلي ما بينهم يعني استلطاف. فهي بتقول لها حاضر طبعا وان انا هعمل كده وهسمع كلامك فعلا. وفي الوقت ده بتخرج هي برا وتبدا ان هي تشوفه وتحكي لها على كل حاجه. فلها ايه ده انت طلعتي عارفه مامتي كمان؟ فانا بتقول له مامتك تحت اصلا انت بتقول ايه؟ وبعديها فعلا مامته بتقول لها خلي بالك منه وخدي التميمه دي وان دي تميمه حظ، وان اكيد هيعجب ببنت من البنات خليها معاكي وحاولي ان انت تخليهم كلهم يستلطفوا بعض. فهي بتقول لها حاضر هحاول. وبرغم ان هي كانت لينا غيرانه جدا وكانت حاسه ان في حاجه غلط بتحصل، لكن قالت لنفسها ان انا مجرد خدامه مش اكتر ولا اقل، وان انا فعلا ولا حاجه بالنسبه له. وفي الوقت ده بيقول لها تعالي معايا حفله، وفعلا بتكون لابسه لبس وكان شكلها حلو جدا. وكان بتقول له تقريبا كده ان اللبس لازم تلبس زي البنات علشان يبص لها. وفي الوقت ده مامته بتقوله ان انا عملت لك مواعيد مدبره لازم فعلا تكون قدها، وان انت لازم برضو تقرب للبنات. وفي الوقت ده بتيجي هنا بنت اختها وتبدا ان هي تكلمها وتقول لها ان جاك منفض لي خالص وانا فعلا مش عارفه اعمل ايه. فقالت لها تعالي يا حبيبتي. وفي الوقت ده بطلتنا بتغير وتلبس فستان زيهم وبيكون شكلها احلى من كل اللي موجودين. وكان بيبص لها وهو مبهور جدا وكان عمال يقول لها وانتي قريبه لمامتي كده ليه، مش تحس ان في حاجه غلط؟ فبتقول له احنا ابدا، انا بس ساعدتها قبل كده لما وقعت على الارض وكان في طريق عام وعرضت عليا الشغل لان انا كنت محتاجاه. وفي الوقت ده كان بيبص لها بيقول لها ايه ده، ده انتي لينا؟ فهي بتقول له ايوه، في ايه شكلي وحش؟ انا عامه كنت حاسه. فكان بيقول لها ايه دي مالك متوتره كده ليه؟ لا على فكره بالعكس شكلك حلو قوي. فهي بتقول له بجد شكلي حلو؟ فكان بيقول لها شكلك حلو وملفت. وطبعا بتبدا ان هي تشكره وتقول له شكرا وان انت مش اول واحد تقول لي كده. فكان بيقول لها بجد مش اول واحد؟ مين بقى؟ فانا كنت بتقول لها هو انت غيران ولا ايه؟ عامه انا هنا زي مجرد خطبه وخلاص. فكان بيقول لها خطبه؟ فهي بتقول له ايوه، مامتك وصتني ان انا اشوف لك بنات علشان تتجوزهم والسمعه اللي طالعه عليك تبدا ان هي تروح بقى، ولا انت حابب السمعه دي وان انت ميولك مش تمام ولا انت كده ومخبي فعلا؟ فكان بيقول لها انت اتجننتي، هو انت بتقولي ايه؟ فبتقول له مش عارفه اصل الناس الايام دي مش مضمونه. وبعديها على طول بتقول له ما تقلقش انا جبت لك شويه بنات زي القمر كل واحده فيهم اخلاق وتعليم ايه فظيعه. فكان بيقول لها دولت طيب شكلنا كده فعلا مش هنختار اي بنت منهم. فهي بتقوله ليه دي البنات شاطره وذكيه وعلى فكره كمان بيشتغلوا، يعني انت هتلاقي فيهم كل المميزات. فكان بيقول لها لا انا عايزها ان هي يكون جنبي على طول وبتحبني. وكان باصص لها وسرحان فيها. فهي بتقول له مالك كده سرحان كده ليه ومركز كده ليه؟ بقول لك ايه، يلا بسرعه علشان نروح نتقابل معاهم وبعد عني لاي واحده فيهم تفتكر اللي انت مرتبط بيا. وفي الوقت ده بتيجي هنا بنت وتبدا ان هي تكلم لينا باسلوب وحش جدا، وكانت عماله تقول لها يا ريت ما تتسرعيش، انا فعلا ماليش اي علاقه بجاك وانا مجرد فعلا خدامه عنده يعني شغاله عنده. فبتقول لها بجد يعني انت خدامه وجايبينك هنا ازاي فعلا ده؟ وبتسيبها وتمشي.
في الناحية التانية بتيجي هنا واحدة علشان تخطب بنتها لجاك، وكان بتقولها ايه اللي بيحصل ده. وطبعا هنا السكرتير من غير ما يقصد بدل ما يديها الكيك مسحها في وشها. فانا كانت بتقول لهم ايه اللي بيحصل ده، وان انا ازاي اتهان كده، هو انتوا مش عارفين انا مين. وبدت ان هي تعيط وتصرخ بصوت عالي وتقرر ان هي تمشي. وكانت عمالة تقولها تعالي يا حبيبتي انا مش قصدي. وفجأة بتقع على الأرض وتتعب. وطبعا على طول بطلتنا بتخاف وتقلق عليهم. وبعديها بدأت تسأل أي واحد معدي بسرعة فين أقرب مستشفى هنا. ولما بيقول لها بتقرر إن هي تشيلها وتروح. كانت مستغربة إن مفيش أي حد خالص ساعدها، وإن هي فعلا كانت لوحدها، وحتى محدش حاول إن هو يقرب منها ويسألها في إيه. وفضلت جنبيها ومعاها. وطبعا اضطرت إن هي تتصل بجاك. وأول ما بيروح هناك بيلاقيها إن هي نايمة من كتر التعب، وإن هي فضلت سهرانة جنبها كتير جدا. وكان باصص لها وكان عايز يشكرها، وإن هي فعلا إزاي إنسانة جدعة. بيكلم إدارة المستشفى تجيب لها سرير وتخليها إن هي تنام وترتاح، وبعد كده بيشيلها يوديها البيت. وأول ما بتصحى بتقول لنفسها وأنا إيه اللي جابني هنا، لكن قالت لنفسها إن أكيد أي حد يروحني، وإن أكيد برضه جاك. وكانت عمالة تبصله وبتقول لنفسها إن فعلا هيجي يوم ممكن يكونوا مع بعض. وبدأ يشكرها إن هي امبارح اهتمت جدا بجدته وفضلت معاها، وإن واحدة غيرها كان قالت إن هي ملهاش دعوة وإن هي شغالة عندهم وبس. بدأت تقول لنفسها هو أنا حاسة إن في حاجة غريبة حصلت. قال لها لأ طبعا، وإن أنا مقربتش منك. وبعديها على طول بتروح تطمن على جدته اللي زي مامته بالظبط، وهي اللي ربته وخلته إنسان كويس وناجح كده. وبعديها على طول بتبدأ تقول لها إن أنت لازم فعلا تخليه بسرعة يرتبط بأي واحدة، فهماني، وإن أنا مش عايزة أموت قبل ما أشوفه مرتبط ومخلف كمان ومتجوز. وطبعا كانت بصلها وكانت متضايقة جدا، لأن في نفس الوقت ما تقدرش تجبرها إن تتجوز أغنى وريث لمجرد خدامة عندهم. وأنا كنت عمالة تقول لها حاضر، أنا هعمل كل اللي أقدر عليه علشان يتجوز، ما تقلقيش من كده، المهم إن أنت ترتاحي خالص وتهدي، وأنا هعمل كل اللي أنت عايزاه وزيادة كمان. فكان بيقول لها إيه ده أنت طلعتي مطيعة قوي. فهي بتقول له بالظبط إحنا عندنا أهم حاجة نحترم كبار السن. وفي الوقت ده كان عمال يقول له الصراحة حاسس بمشاعر ناحيتها، لكن في نفس الوقت مش عارف ازاي اقول لها، وهي حتى ما بقتش تبين خالص اي مشاعر ناحيتي، فانا مش عارف بقى. فكان بيقول له اهدى خالص وكل حاجة هتتحل وكل حاجة هتبقى تمام. وكان بيقول له ان انا عايز اخدها معايا مزاد. وطبعا اول ما بيعرض عليها بتوافق على طول. وانا كان بيقول لها خلاص تمام، هستناكي بكره تيجي معايا المزاد. وفعلا بتقرر ان هي تروح وبتلاقي كل اللي هناك بنات اغنياء جدا. وقالت لنفسها ان ممكن فعلا يختار اي واحده ما بينهم. وبيجي هنا صاحب المزاد ويبدا يشكره ان هو جه اصلا. وطبعا بنت خالته بتكون موجوده وبتكون متضايقه جدا وزعلانه. وبدات تقول لنفسها ايه اللي بيحصل ده، ازاي يجيب الخدامه هنا، وان ده مكان معروف قد ايه ان هو للناس الاغنياء، ازاي يجيبها. وطبعا صاحبته بتبدا ان هي تتدخل وبدات تهزق اي حد بيهزق لينا. وكانت عماله تقول لينا انت ازاي تسكتي كده، وان انت المفروض ليكي شخصيه وشخصيه قويه كمان، ازاي تسمحي لاي حد يهينك. فردت عليها وقالت لها اصل انا خدامه وعلشان كده يعني الاغلب بيعاملوني بشكل مش حلو. فقالت لها ولو يعني مهما كانت شغلانتك ايه المفروض تكوني فخوره بيها. وطبعا لينا بدات تبص لها على ان هي العروسه المحتمله لجاك. وانا بتقول لها جاك، انا وجاك، لا طبعا، وجاك بالنسبه لي عباره عن اخ كبير. وفي الوقت ده بيجي هنا حبيبها القديم حبيب لينا، بيبدأ ان هو يهزقها ويكلمها باسلوب وحش جدا قصاد الناس. قال لها يبقى انت سبتيني بقى علشان تعيشي في العز ده كله، اكيد ليكي حق. فهي بتقول له ابعد عني وان مفيش اي حد يعرف عننا اي حاجه، والصراحه ما بحبش الشوشره. قال لها شوشره، ده انا هفضحك. وفي الوقت ده بتتدخل هنا صاحبتها الجريئه، بدأت ان هي تهزقه وتضربه. وكانت بتقول انت فاكر جاي تهددنا ولا ايه. وبعد كده بدأت تبص لها وقالت لا، دي فعلا قويه جدا جاك واسرع منه، فدي طبعا ما تنفعش. وفي الوقت ده كان عمال يقول لها واضح كده ان انت متعرفنيش مين. فانا بتقول له مين يعني، مجرد واحد غبي جاي يعمل فضيحه لواحده هنا سابته، يعني مش راجل صح كده. وكان بيقول لها انا عارف كويس قوي اللي انت اللي ارتبطتي بجاك. قالت له ارتبطت، انت اتجننت، جاك بس مديري، ما فيش اي حاجه ازيد من كده ولا اقل من كده. فقال لها اللي انت بتكدبي طبعا، واللي انت بتقوليه ده مستحيل ان هو يحصل، لان كان كل الدنيا بتتكلم عليكم. في الوقت ده بيقوله طيب امشي بقى، وان انت خلاص جيت وعملت فضيحه وشوشره وكل اللي انت عايزه، عايز ايه تاني. وبيجي هنا جاك وكان بيقوله على فكره اللي انت بتعمله ده ليه عواقب كبيره جدا. وبعديها على طول بتسيبه وبتروح المزاد اللي هو كان قايل لها عليه. وكانت عماله تفتكر ان ازاي جدها كان بيقول لها ازاي تفرقي ما بين الحاجات الاصليه والحاجات اللي مش اصليه، وطبعا كان قصد الاحجار. وفعلا بتروح هناك معاه، وكان بيقول لها ان انا عندي ثقه كبيره جدا فيكي، وبيتعرض عليه حجر بسعر رخيص جدا. وهي كانت عماله تقول له اشتريه، وخدت تشتري كذا حجر. لكن الناس كلها كانوا بيقولوا ان الاحجار دي اكيد بايظه، واول ما الاحجار دي بتتكسر بيعرفوا ان الاحجار دي قيمتها مليارات. والكل بيقول عليها ان هي تميمه الحظ ليه، وان هو فعلا لولاها ما كانش نجح كده. ولما اداها الكارت بتاعه فهي بتقول له بقول لك ايه، انا عملت دي حاجه مني،
لكن أنا مش محتاجة منك أي فلوس ولا أنا بجري على فلوس. إن أنا لو جبت خبير أحجار وفعلا اختار الحجر صح أكيد برضه كنت هديله فلوس. بطلي اللي انتي بتعمليه ده. فهي كانت بتقوله بجد يعني انت مش شايفني ان انا انسانه مستغله؟ قال لها لا طبعا، وان انتي اصلا ما استغلتنيش، وان اي فلوس انا بديها لك بتكون بمزاجي، فازاي بقى مستغله؟ وغير كده مفيش واحده حلوه قوي زي كده تكون مستغله. وطبعا بتتبسط جدا من كلامه وبتشوف ان هو انسان لطيف وبيعمل اي حاجه علشان يرضيها. فبيقول له حاسس كده اللي انت خدت عليها زياده عن اللزوم؟ فقال له الصراحه ان انا بحبها وعايزه اتجوزها، وان انا مش عايزه اشوف اي بنت غيرها بقى. فكان بيقول له شكلك اتجننت، مامتك هتوافق؟ قال له الصراحه مش عارف، لكن اللي انا حابب اقوله ان ماما فعلا بتعتبرها قريبه جدا ليها. فانا كان بيقول له تمام، شوف وتصرف بقى. وفعلا بعديها بتقرر ان هي تروح تسهر، لان صاحبته قالت لها ان انت لازم تكوني جريئه علشان توقعي في حبك، وان هو ما بيحبش البنات الهاديه اللي زيك كده، لازم تتغيري خالص. وفعلا بتروح هناك، ونعرف ان بطلتنا خبرتها زيرو، وان هي ما عندهاش اي علاقات سابقه، والعلاقه الوحيده اللي كانت فيها كانوا زي الاخوات. وبعديها على طول تبدا تقول لها لازم تكوني جريئه وتاخدي خبره من كل اللي موجودين، وعامه في كذا راجل هنا، اختاري الراجل اللي يعجبك، وانا دافعه لكلهم فلوس. فهي بتقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده؟ جربي مش خسرانه حاجه. وطبعا بطلتنا كانت فاكره ان هي بس هتقعد تتكلم معاهم ويعني يدوها من خبراتهم، لكن طبعا بتتفاجئ ان هم عايزين حاجه تانية خالص، وان هم عايزين يكونوا معاها في علاقه. وطبعا بتتخض جدا وبتترعب، لكن قبل ما تفهم كده بتقول لهم خلاص ماشي، شوفوا اي اوضه بقى ندخلها وتفهموني. وانا كان بيقول لها انت فاهمه هم قصدهم ايه، او انت يعني فاهمه انت بتقولي ايه بالظبط؟ فهي بتقول له ايه اللي بيحصل يعني؟ انا عايزه اخد منهم خبره وهم اكيد هيقعدوا يحكوا لي. فقال لها يحكوا لك؟ لا هم مش هيحكوا خالص، هيحصل حاجات تانية كتير. فانا بيقول له ازاي اصلا تدخلها هنا؟ فانا كان بيقول له ان هي مش قاصر واكيد ينفع يعني ان هي تدخل، لكن حاضر بعد كده همنعها علشان خاطر ده. وكان بيقول له يا ريت يا ريت فعلا ده اللي يحصل. وبعديها على طول بياخدها ويوديها هناك عند مامته، وكان عمال يقول لها ايه الجنان اللي انت بتعمليه ده، انت عايزه تعجبي مين بقى ومش عارفه. فطبعا جدته كانت عماله تقول له مالكش دعوه وان دي حياتها الشخصيه. فقال لها يعني ايه حياتها الشخصيه دي؟ انا مش فاهمه. وطبعا كانت فرحانه ومبسوطه لان تقريبا كده غيران عليها، وكانت عماله تقول له ليه، هو انت حاسس باي حاجه؟ فكان بيقول لها لا طبعا. وطبعا اتضايقت جدا، وجدته ما كانتش فاهمه اي حاجه، وكانت عماله تقول له هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط، والصراحه حاسه ان في حاجات كتير بتحصل من ورايا. فهي بتقول لها لا ما تقلقيش، وان انا هشوف له البنات اللي فعلا يليقوا بيكم ويليقوا بمستواكم. فهي بتقول لها طيب يا حبيبتي بسرعه بقى. وطبعا بطلتنا كانت غيرانه لانها عمرها ما فكرت فيه لينا لا حفيدها، هي اصلا شايفاها ان هي مش مناسبه خالص ليه. وكانت عماله تقول لها لازم البنت فعلا تكون من عيله غنيه جدا وعيله يبقى ليها نفوذ، بحيث يعني يعملوا اشتراك معاهم دول شراكة. والمساعد بتاعها بدأ يقول لها وانتي مش حاسة ان في حاجة كده ما بينهم، يعني تحس هما الاتنين لايقين على بعض؟ فانا كانت بتقول له يمكن. وبعديها على طول بتروح معاه، وكانت عمالة تقول له بقول لك ايه، اهتم بالبنات واتكلم معاهم باسلوب كويس، فاهم ولا لا؟ وفي الوقت ده بيقابل اي بنت، وكان بتقول له انا فرحانة قوي ان شكلك احلى من الصورة، وهو كان بيقول لها ان انت شكلك اوحش من الصورة بكتير. وطبعا لينا اتضايقت وقالت اول البنت طارت اهي. بتقول له ايه قصدك اللي انا اوحش كتير؟ فكان بيقول لها الصراحه شكلك مش حلو، عيونك مش حلوه، شعرك مش حلو. فكانت بتقول له ايه ده، ازاي تكلمني كده، على فكره انت كمان وحش جدا. وهي بتقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لها بقول الصراحه. فهي بتقول له الصراحه ما بتتقالش بشكل يجرح كده، وغير كده البنت زي القمر، مش عاجباك في ايه؟ فكان بيقول لها اذواق بقى، انت مالك انت؟ فانا كانت بتقول له طيب براحتك، في بنت تانية جايه عاملها كويس. واول ما جت يبدا ان هو يتنمر عليها برضه، يقول لها ان انت شكلك بشع جدا، وانت عارفه انت جايه تقابلي مين؟ فهي بتقول له دي كده التانية وانت مشيتها، هنعمل ايه؟ فانا كان بيقول لها صدقيني التالتة خلاص. فهي بتقول له لا. فانا بيقول لها طيب ايه رايك ان انت تتدربي معايا؟ فانا بتقول له اتدرب معاك؟ قال لها طبعا. وانا بتقول له خلاص ماشي، لكن تعاملي البنات كويس. قال لها اقعدي بس وانا هتكلم معاكي وشوفيني كويس ولا لا. وفعلا بتقرر ان هي تقعد معاه، وكان بتقول له معاك حق، وان احنا نحاكي اللي بيحصل اكيد هيخليك احسن كتير وكمان متطور. واول ما بيشوفها بيقول لها ان انت عيونك حلوه قوي، واول ما شفتك كمان مشاعري كلها راحت لك. فهي بتقول له ايه ده، هو انت تقول لها كده من اول قعده؟ فهنا كانت بتقول لها تبان اللي انت كداب. قال لها بس انا مش بكدب، وانا فعلا بحبك انتي. فهنا بتقول له بجد؟ قال لها وبعد كده بيروحوا هما الاتنين عند جدتهم، وبتكون مبسوطه جدا ان هو اعترف خلاص بحبه، حاسه ان هي بتحلم وان اكيد اللي بيحصل ده كله مش حقيقه. وكانت عماله تقول لنفسها اخيرا معقوله اتجوز واحد فعلا زيه. وبعد كده اول ما بيصحى بيلاقيها ان هي مش موجوده في البيت، لكن بعد كده بيلاقيها ان هي بتلعب يوجا بره. واول ما بيعرف جدته بتكون مبسوطه جدا وسعيده بالعلاقه دي، وكانت بتقولها الصراحه انا قلت ان اللي يعجب بيكي، اصل الصراحه يعني انتي مش ذوقه وكان ذوقه حاجه تانية خالص، لكن طالما انتي واختارك انا موافقه جدا عليكي، والصراحه انا هكون مبسوطه وسعيده. وهي كانت بتقولها وانا كمان هكون سعيده طول ما انا عايشه معاكم وفي عيلتكم. وكان بيقولها ده انت طلعتي بقى بتحبيني من زمان.
فبتقول له الصراحة يعني من أول ما شُفتك. وجدته بتبُص له كده وبتقول له طب ما أنت واقع فيها على فكرة وبتحبها جدًا، والّا أنت بقى مش عايز تعترف؟ وبعد كده جدته بدأت تكلمها وتقول لها إن إحنا لازمًا نعمل فرح بسرعة جدًا، ونعرّف الكل إن هو اتجوّز. وفي الوقت ده طبعًا بييجي له خبر إن الشركة شغلها مش أحسن حاجة، وبيقرر إن هو يركّز ويروح يعمل صفقات مهمة جدًا، علشان يبدأ يركّز في شغله زي ما هيركّز في حياته. وبعديها بيروح يقول لها إن أنا باحبِك وعايز أتجوّزِك، موافقة؟ فهي بتقول له أيوه وأنا باحبك وعايزة أتجوّزك. وبينتهي معانا المسلسل لحد كده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. سلام وأشوفكم بكرة في فيديو جديد.